سيدنا هادي غير جوكم مش حاجة خارقة وغادي نتفقوا في الحكايات ونخلق العديد من التبعات موجودة ولا التاريخ ولا التكنولوجيا باش ما نضيعوا في قضيتنا الخضراء. حنا ما ديال الفتوحات ما ديال الثورة ما ديال الكرة ديال حول العيد. لا عنده شقتنا وبلاد، لا عنده الشغل ينوض يقضيه، لا عنده مشى فاضي يتقاعد ولا. ها حنا، ها حميد المهداوي، مولانا صفاحي، انا مناضل، انا كلشي. هاد المرة لقى راسو دخل في واحد الحيط ديزل كامل. حميدة لقى راسو مشغول باياش خالتي ايران. هذا الشلاطه كيبان لينا شاده واحد النوستالجيا شويه ديال ايام المقاومه، كيحلم براسو بشي تشي كيفارا ديال اليوتيوب. ولكن شكون اللي مقاوم ليه؟ النظام الايراني اللي كيتقتل الشعب ديالها في الزنقه وكتصدر الصواريخ للوكلاء ديالها بحال اللي كتصدر ايران الزعفران. سي حميده شلاضه، اسرائيل نهار قررت تهز سلاحها قالتها بلا ما تخبى، قالتها بصوت واضح: واش عاوتاني غادي نعيشوا المأساة ديال 7 اكتوبر؟ او 7 اكتوبر اللي العالم كامل فهم بانه راه ما بقاش كيما كان، ما عدا انت. هذاك النهار اللي دخلت فيه حماس وقتلت فيه المدنيين بلا رحمه، اسرائيل ضربت الحساب مزيان وبدا العد التنازلي. لحقاش داك الشيء اللي تساغ وداغ في 7 اكتوبر راه الشيطان ويحشم عليه. حميد المهداوي لا، اسرائيل مسحات القاده ديال حماس واحد واحد بحال اللي كتمسح شي سبوره من الطباشير. هنيه، مروان عيسى، محمد الضيف، كلشي مشى مع البرد. الانفاق ديالهم اللي كانوا كيقولوا غزه تحت الارض، رجعات مترو مهجور كيسكنوا فيه الفيران والطوبات. هذه كافيه باش تسكت سي حميده شلاضه وتخليه يسد فمه. ولكن يسكت؟ لا، غادي يزيد يدخل لينا ويدافع على حزب الله، زعما حسن نصر الله اللي رجعاتو اسرائيل حسن نصر الشيطان ولا ما عرفتش. حزب الله اللي بقى بوحدو معزول سياسيا، وحتى الطيارات ديال ايران ما بقاش كتوصلو، حيت المطارات لا ديال سوريا لا ديال بيروت كلها طوقات. الرحلات الجويه اليمنيه وقفت تماما، الحوثيين تحبسوا، والدبان ما بقاش كيطير من فوق من صنعاء. ودابا اسرائيل ما كتعرفش دير الفران امان ولا لا، طلعت مباشره للجدر. ايران عمليات عسكريه بحال داكشي اللي كتشوفوا في اش كيقولوا له، بحال داكشي اللي كتشوفوا في التلفازه. هجوم سيبراني ما عمر العالم ما شافو، كنشوفوها في الافلام تجيك من الاخر والخيال العلمي. المراكز النوويه ديالهم كيدفنوا اكثر ما هما مدفونين لحظه بلحظه. هادشي الحرس الثوري بدا كيطيح اش كيقولوا له هذوك الرؤساء والقياد ديالهم، بغيتش نقول لك القواد لا تفهمني غلط، القياد ديالو بداو كيطيحوا بحال الدبان. ولكن في هذه اللحظه حميده شلاضه غادي يخطب علينا بالدموع ديال التماسيح ويقول لنا ايران هي المقاومه. المقاومه ديالها شا السي حميده؟ المقاومه ديال تخريب العراق ولا اليمن ولا سوريا ولا لبنان، المقاومه ديال الصواريخ الايرانيه اللي كطير في الاتجاه الغلط. هاد المقاومه ولا غير الهضره ديال الدراري الصغار ولا كيفاش؟ لحقاش هادشي فاش كنا دراري صغار كانوا كيديروا لنا الافلام ديال الاكشن في الزنقه بداعي المقاومه. دابا وليتو كديروا هاد الافلام ديال الاكشن في التيك توك على ما بان ليا. حميده، العالم تبدل، الفيلم الايراني تسالى، اسرائيل كتمد وكتكمل المهمه ديالها بكل دقه، لحقاش خاصها تكمل داكشي اللي بداتو. وانت قد تفرج ليا في الجزيره وحلم ليا بهذيك النصره الوهميه، وعلى الاقل في هادشي هذا كامل غدير شويه البوز في اليوتيوب وتطلع شويه المشاهده، لحقاش هذه هي الحاجه الوحيده اللي غادي تربحها في هاد الحمله ديالك.
هاد النقاش هذا راه خصو يترسخ مزيان في الراس ديال اي واحد باقي كيهضر بالعداوه لاسرائيل وكيتخيل باللي هاد الدوله غادا ترجع تعيش السيناريو ديال 69 ميلاديه، زمن فاش كانت روما داخله لاورشليم ودمرات هذاك الهيكل وشردات اليهود، وبقاو قرون متشردين من بلاد لبلاد بلا ارض بلا ملجا، دايزين من محرقه لمحرقه، من طرد لطرد، من مذابح في اوروبا، من مذابح الشرق. وكانت الرساله واضحه للعالم: اليوم اليهود يمكن يتمحاو من الوجود بلا حتى شي ثمن، لا حتى شي واحد ما يوقف قدام هادشي. الرساله واضحه: never again. هادشي ماشي شعار ديال المؤتمرات ولا كليشي ديال الاستوديوهات، هذه عقيده محفوره في الدي ان اي ديال اسرائيل. كلما كيطلع شي واحد لا في العالم العربي لا في هذيك ايران كيبدا يهضر لنا على محو اسرائيل ومن الخريطه اسرائيل اللي كتعاود قدام عينيها شبح 69 ميلاديه بيان سور، كتعاود في كل لقطه من الهولوكوست، من المذابح ديال روسيا الالمان العراق وحتى اوروبا اللي كانوا فيها اليهود كيهربوا بلا وطن. اليوم اسرائيل موجوده وسلاحها ماشي للغزو ولا الهجوم، ولكن قسم ما عمرها ما غادا تخلي نفسها ترجع في يوم واحد من ايام 69 ميلاديه. اي تهديد موجود، اي صوت كيعاود الموت لاسرائيل غيسمعوا الرنه ديال الطن. ما غاديش يرجع التاريخ يعاود يضرب، ما غاديش تبقى تسنى حتى تولي هي الضحيه ديال شي صفحه جديده من المجازر ولا التهجير. دابا خاص كل واحد يفهم: اللي كيدير الدين ذريعه وكيجمع السلاح وكيخطب من نهار الجمعه بالتهديد الصريح انه غادي يلقى الجواب ديالو في دقيقه، بالصواريخ وبالحديد وبالعافيه. لحقاش اسرائيل ما كتحلمش بالهيمنه ولا بالجيوش في العواصم، لا، حلمها واحد: ما يعيشوش نهار واحد من 69 ميلاديه من اللي عاشته اورشليم. اللي باقي كيندب ويقول لك شوف الظلم، راه كينسى ان الظلم الاعظم هو تكرر التاريخ، وبقاو الناس يتفرجوا حتى يشوفوا الشعب كيتمحى من الوجود. اسرائيل اليوم راه راسخه وكتحارب على الوجوديه ديالها، لحقاش عندها ذاكره عمرها ما غادا تنسى 66 ميلاديه، وعمرها ما غادا تقبل تعاود ولو دقيقه منه. اي واحد كي كيبني وهم ان اسرائيل غادا تزول راه هو باقي عايش ليا في الزمن روما. اما الواقع اليوم كل تهديد راه غادي يلقى رد كيحرق الاخضر قبل من اليابس، لان الماضي ديال الاباده ولا خط احمر ما غاديش يتجاوزوه، ولو تبقى الكره الارضيه كامله تبكي وتندب وتهضر. قال الله.